السلام عليكم. النهارده هحضر الحمام المحشي. لما عملنا محشي الكرنب قبل كده انهالت التعليقات هبه عامله لنا حمام محشي، فالنهارده هعمله بطريقه بسيطه وسهله قوي. الموضوع مش محتاج مقدمه طويله، يلا بينا نبدا على طول. عندي هنا حمام مغسول كويس قوي ومتصفي، وبجففه من اي ميه او اي حاجه زياده فيه. شويه حاجات كده نتاكد منها في الحمام بتاعنا قبل ما نحشيه، ان الحمام يكون مفتوح من تحت كده، الجزء اللي بنحشي منه الرز. حاجة كمان نتأكد منها إن الزور يكون نظيف، يعني نكون منضفينه كويس قوي وغسلينه كويس قوي، وإن الحمام من جوه كمان ما يكونش فيه أي زوايد. الحمام من الحاجات اللي بتحتاج إن هي تتغسل وتتنضف كويس وتتصفى كويس، يعني ما يبقاش مليان مية كده واحنا عمالين نحشيه. يفضل جدا إن الحمام اللي نشتغل بيه يكون صغير في السن، ما يبقاش حمام عجوز أو كبير. الحمام العجوز أو الكبير بياخد وقت طويل جدا في التسوية، طعمه ما بيبقاش لذيذ قوي، كمان بيبقى صعب جدا في الحشوة. أهم حاجة كمان تتأكدوا إن فتحة الزور يعني واصلة بفتحة البطن، بحيث لما الرز يدخل تحت الجلد يتوزع كويس قوي بدون أي عوائق. عندي هنا حبة بصل مبشورة، هضيف عليها رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح، وهفركهم مع بعض بإيدي كده. الخطوة دي أنا بحب أعملها دايما مع الفراخ البلدي ومع الحمام، بتخلي طعم الحمام والفراخ البلدي حاجة كده تجنن قبل السلق عموما. يعني باخد البصل المتبل بالفلفل الأسود والملح وبوزعه على الحمام من جوه وبره بالطريقة دي، وبسيبه على جنب لحد ما أحضر الحشوة. ممكن تغطوه كمان وتدخلوه التلاجة لو الجو حر. طاسة سخنة على النار أو سخنة زي ما بتقولوها، بضيف فيها معلقتين كبار من الزيت، زودت عليهم معلقتين كبار من السمنة. هضيف عليهم حبة بصل كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة كده، البصل ما يبقاش مفروم وناعم قوي، يبقى وسط كده زي ما انتوا شايفين. هقلب البصل لحد ما يدبل شوية. عندي هنا القوانص بتاعة الحمام، أنا ما بضيفهاش سليمة، أنا بحب أقسمها بالمقص كده على 3 أو 4 علشان ما تبقاش كبيرة قوي ومكلكعة في الحمام شوية. بنزل بالقوانص الأول وبسيب الكبدة على جنب علشان القوانص بتحتاج وقت شوية في التسوية. بقلبها لحد ما لونها يتغير وأحس إن هي نضجت شوية، على طول بضيف الكبد. كبدة الحمام كمان بنقطعها زي مكعبات صغيرة كده، ما تبقاش سليمة وكبيرة. بقلب الكبدة والقوانص مع البصل، ولما بيدخلوا في التسوية كده وأحس إن هما نضجوا شوية بضيف التوابل بتاعتي. أول حاجة ضفت هنا معلقة كبيرة من الملح، زودت كمان معلقة كبيرة من ال7 بهارات. وسر نكهة الرز بتاع الحمام هو جوز الطيب، بتديله نكهة حلوة جدا. بضيف منها رشة صغيرة. وأهم مكون أو هو ملك الحشوة هو الفلفل الأسود، ونضيف منه كمية كبيرة، يعني نتوصى شوية بالفلفل الأسود. أنا ضفت في حدود المعلقة الكبيرة من الفلفل الأسود. أنا هعمل 5 حمامات بحجم وسط، فهضيف ليهم كوبايتين من الرز. كوبايتين من الرز هيكونوا كافيين معايا للحشوة، ممكن لو فاض منهم شوية معايا عادي، لكن على الأقل الكمية تبقى كافية، ما تبقاش قليلة. الرز بتاعي مغسول ومتصفي، ما بنقعش الرز بتاع الحمام. بقلب الرز ياخد تشويحة مع الكبد والقوانص ويتشرب كده من طعم ولون البهارات. لما الرز بيتشوح كويس بيبقى مفلفل معانا. ضفت هنا نص كوباية من المية السخنة علشان الرز بتاعي ياخد نص تسوية شوية قبل ما احشيه في الحمام، ده هيخلي الرز ما يطلعش ني جوه الحمام وفي نفس الوقت مفلفل. بغطي الطاسة بتاعتي وبسيب الرز على نار هادية لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق دي بتبقى الخلطة بتاعتي، بقفل النار وبسيبها تبرد تماما على جنب. أهم حاجة قبل ما نحشي الحمام نتأكد إن الخلطة بتاعتنا باردة جدا. لو حطيتوا الرز جوه الحمام وهو ساخن للأسف الحمام ممكن يفتح معاكم. تقدروا تحشوه بأي طريقة بتحبوها، في ناس بتحب تحشيه من عند الرقبة أو الزور، أنا بحب أحشي الحمام من عند البطن، بحشي بين الجلد وبين اللحم، وبحشي البطن كمان معلقة كبيرة. ملحوظة كمان حابة أضيفها، ما تكتموش الحمام قوي بالرز، كل ما الرز كان بيتحرك بحرية شوية جوه الحمام ده كان أفضل في الشكل وفي النتيجة وفي التسوية كمان من جوه. الحشوة بتكون عند الرقبة أو الزور وفي الجوانب، لكن بطن الحمامة المنطقة دي بتبقى رقيقة جدا، ما تكدسوش فيها الحشوة، أنا بفضيها كده بإيديا بالطريقة دي. الإيدين بتاعت الحمام بنكتفها ورا، ورجلين الحمام بنقفلها على بعضها وبندخلها في المكان ده بالطريقة دي كمان. نضفوها من أي رز موجود على جلد الحمام من بره، وده بيبقى شكلها. عندي حلة كبيرة فيها مية بتغلي، هضيف فيها شوية توابل، ورق لورا، حبهان، ملح، بضيف كمان فلفل اسود حب علشان ما يسودليش الشوربة بتاعتي، يبقى لونها فاتح كده وجميلة. الشوية على جنب الصغيرين دول فصين مستكة،
وعندي هنا ربع معلقة صغيرة من الحبهان البودر، يعني حبهان مطحون. هضيفهم على المية المغلية. وعندي هنا شوية خضار، عندي بصل وعندي طماطم وعندي كرفس وعندي جزر. ما تكدسوش الحلة بكمية حمام كبيرة جدا، يعني يدوب مثلا الحلة دي كانت عندي اخدت 3 حمامات بس. ما حبيتش ان انا املاها كمية كبيرة علشان الحمام ما يفرقعش وفي نفس الوقت ياخد تسوية كويسة. بننزل بالحمام لما المية تكون بتغلي. الحمام بيبقى الظهر لتحت والبطن لفوق. بنغطي الحلة وما بنغطيش الحلة قوي، يعني بنسيب جزء مفتوح منها كده. لو قفلنا الحلة كلها ومع ضغط البخار الحمام هيفرقع. أول ما بننزل بالحمام بننتظر إن النار بتاعتنا تغلي. أول ما بتغلي بنهدي النار للوسط شوية، يعني نار أقرب للهادية، وبنسيبه لمدة نص ساعة. الحمام الصغير اللي هو مش كبير أو عجوز شوية بياخد بس نص ساعة وبيستوي معانا على طول. أول ما النص ساعة بتخلص بنطلع الحمام على طول. مش معنى ان النص ساعة عدت ان نقفل النار ونسيب الحمام جوه الشوربة، برضه هيفرقع. بخرج الحمام والشوربة بتاعتي مفيش فيها حباية رز واحدة بس خرجت من الحمام. ما تخيطوش الحمام، احنا اول ما بننزل بيه هو بيقفل المسام بتاعته الرقبة مثلا بتكش وبتقفل شوية فمش بتخرج اي رز. شوفوا الشوربة قد ايه صافية وجميلة جدا. الحمام كمان واخد تسوية كويسة قوي ومفيش ولا واحدة فيه فرقعت او فتحت. بحمر الحمام ازاي هوريكم طريقتين واختاروا اي واحدة فيهم. بجيب طماطمايه بقسمها نصين بالطريقة دي. بعدين باخد الحمامة وبجيب نص ليمونة وبدلك بيها الحمامة زي ما انتوا شايفين كده. ده بيديها لون حلو اولا، ثانيا بيديني نتيجة في الطعم مش طبيعية. بعد ما بدلكها بالليمونة بدلكها بنص طماطمايه. انا بحب الحمام المتحمر اللي هو معلقة زبدة ومعلقة سمنة وشوية زيت. الحمام ممكن يتقلي وممكن يتحمر وممكن نشويه في الفرن. لو سألتوني عن رأيي أنا كهبة، أنا بحب اللي هو بندهنه سمنة وطماطم وندخله تحت الشواية في الفرن، يبقى طعمه خفيف وجميل جدا. كده أنا هوريكم اللي هو بيتحمر في سمنة وزبدة، وهوريكم كمان اللي بيتقلي. ده اللي أنا بحمره في السمنة والزبدة والزيت، بس تكون يعني كمية كويسة من كل حاجة فيهم. بنقلب الحمام على كل جهة على حسب ما تاخد لون، يعني الجهة دي محتاجة لون شوية فهنقف عليها شوية كده ونرفع الحمامة لحد ما اللون بتاعها يظبط شوية معانا. مثلا الجهة دي محتاجة لون فهنقلب عليها شوية، يعني محتاجة متابعة مننا. ده الحمام المتحمر هتحسوا ان فيه تدريجات في اللون، يعني مش كل لون واحد. وده بقى الحمام المقلي اللي هو قليته في زيت بكمية تكاد تكون كويسة، يعني كمية زيت أقرب للغزيرة شوية. الحمام في الطريقة دي بياخد لون موحد وبيبقى مزبت شوية. الجلد بيبقى طري على عكس طريقة التحمير، الجلد بيبقى كريسبي. كمان بحس ان الزيت شوية بيدي للحمام لون غامق على عكس طريقة التحمير اللي هي بزبدة وسمنة تديله لون ذهبي حلو قوي. بتحبوه مشوي محمر بزبدة وسمنة، تحبوه مقلي في الزيت، جربوه على حسب رغبتكم. في كلا الحالات هيطلع معاكم حلو جدا. اهم حاجة الحمام يكون سنه صغير، هيفرق معاكم جدا في الطعم ويبقى لحمه طعمه حلو جدا ومش هياخد معاكم اكتر من نص ساعة في التسوية. قدموه مع رز بالخلطة أو قدموه مع أي حاجة تحبوها، هو أصلا بيتاكل كده لوحده مش محتاج جنبه أي حاجة. لما بتفتحوه تاكلوه من جوه الرز بيبقى مفلفل كده. الشوربة رايقة ولونها حلو جدا. جربوه بألف هنا مقدما. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملولي لايك واشوفكم على خير.